طبعا كل الناس ملاحظة ان الاطفال الايام دي بتتعب وتخف وتتعب وتخف وتتعب وتخف. طفل بيطلع من دور يخش في دور، وفي ناس تقول لك هو في ايه، انا ابني مناعته ضعيفة، انا ابني معرفش ايه. بصوا يا جماعه، القصه وما فيها ان الموسم اللي احنا فيه ده شهر 11 كل سنه موسم الفيروسات، في كميه فيروسات منتشره رهيبه جدا، وده العادي في الخريف، هي بتنشط دايما في تغيير الفصول. فابنك يجي له مثلا انفلونزا، بعد كده يخف، بعدين يجي له مش عارف كورونا، بعد كده يخف، بعدين يجي له مش عارف فيروس مخلوي، بعدين يخف، بعدين يجي له انفلونزا سلاله تانية، لان الانفلونزا في منها سلالات كتير، وفي منها اي وبي، وكل والاي مثلا سلالات والبي سلالات. ففي سلالات كتيره جدا من الانفلونزا، لذلك مصل الانفلونزا مهم عشان القصه دي، بيحميني من 70% من السلالات دي، فبيقلل عدد الادوار اللي انا هتعبها وشده الادوار. اتفقنا؟ فاللي عايز اقوله، احنا ما عندناش وباء ولا حاجه، ده العادي بتاع كل سنه في شهر 11 دايما دخلة الخريف او تغيير الفصول، بيحصل كده كل سنه. فالمطلوب من حضرتك اولا ما تقلقيش، ثانيا احنا بنكشف عشان خاطر حاجه واحده بس، نطمن ان الطفل ما دخلش في اي علامه من صعوبات التنفس او اي مضاعفات. رقم ثلاثة، احنا عمالين نقول ان هي فيروسات مش بكتيريا، وبالتالي اللي بيروح يجيب مضاد حيوي ده مش فاهم حاجه، لان المضاد الحيوي بيحارب البكتيريا مش الفيروسات، ملوش اي دور في علاج الفيروسات، مع الوضع في الاعتبار ان في بعض الحالات بتبقى عندها التهابات بكتيريه فلازم تاخد مضاد حيوي، بس دي قله قليله، ما ينفعش ان احنا نعممها، ما فيش حاجه اسمها اللي تعبان يروح يجيب مضاد حيوي. 90% مش هياخد مضاد حيوي، 10% قليله، وده الدكتور بس اللي هيقول ان انا محتاج مضاد حيوي. 10% حاجه قليله جدا، فما فيش حاجه اسمها اتعب انزل اجيب مضاد حيوي. لو مش هتكشف ومش هتجيب حاجه، هات علاج اعراض وخلاص واصبر. الدنيا بتسوق، لازم تكشف عشان خاطر نشوف قلب التهاب بكتيري ولا لا، وبعد كده نشوف هناخد مضاد، ونوع المضاد اصلا بيتغير على حسب نوع الالتهاب. المهم ان احنا نهتم بتقويه المناعه، سوائل كتيره جدا، غسيل الايد، تباعد اجتماعي، ما نقعدش نحضن ونبوس، نهوي، نفتح شبابيك. الاطفال العيانه تتعزل في البيت، تقعد في اللي عنده حضانه او مدرسه يقعد ما ينزلش. نتاكد ان اطفالنا ما عندهمش انيميا، بياخدوا جرعه فيتامين د اليوميه. وربنا يحفظ ولادكم جميعا، مش عاوز حد يقلق، هو ده العادي كل سنه، بس للاسف في بعض الحالات في وسط الزحمه كده بتتدهور وبيحصل لها حاجات مش كويسه. فبالتالي احنا دورنا كله ان احنا بنتابع الحاله، نشوف محتاجين علاج بسيط ولا محتاجين علاج عنيف، ده حسب تطور الحالات، لكن معظم الحالات بتقعد سخونيه كام يوم وشويه رشح شويه كحه، وناخد علاجات بسيطه والدنيا بتعدي. في بعض الحالات بتبقى اعنف شويه، بتاخد علاجات، العلاجات بتاعتها اعنف شويه، وده بيختلف من حاله للتانيه، فما فيش علاج موحد نقدر نوصي الناس تروح تشتريه. ربنا يحفظ ولادكم جميعا.